في عالم غريب حيث تتراقص الألوان وتتناغم الأصوات، كانت هناك مدينة تبني شوارعها من نغمات الصداقة وتغني أغاني الاحترام. كان الناس فيها مختلفين ومتآلفين، يمشون جنبا إلى جنب دون أي نوع من التمييز. بينما كنت أسير في هذا العالم السحري، رأيت طفلا صغيرا يجلس على حافة نافورة، دموعه تختلط بالماء المتراقص. اقتربت منه وسألته بلطف: ما الذي يحزنك؟ فأجابني بصوت خافت: لقد فقدت لعبة أحلامي. شعرت حينها بحرارة اللطف والاهتمام تتدفق بداخلي، فقمت بمساعدته في البحث عن لعبة، وفجأة وجدناها مختبئة تحت شجرة كبيرة ترتدي أوراقا زرقاء. وأثناء سيرنا معا كان الناس يحترمون بعضهم البعض، يفسحون الطريق للآخرين، ويبتسمون بود لكل من حولهم. شعرت بروح الاحترام تسكب على الشوارع كأشعة الشمس الذهبية. في هذه المدينة لم يكن هناك مكان للسخرية أو الضحك على الأخطاء. عندما وقعت بنت صغيرة في إحدى الشوارع بسبب حذائها غير المثبت، كانت العيون حولها تنظر إليها بتعاطف ويد تمتد لها لتساعدها في الوقوف. وبينما كنا نواصل رحلتنا في هذا العالم المثالي، رأيت شبابا وكبارا يتشاركون في الاحتفالات، يلعبون ويضحكون، يتبادلون الهدايا بكلمات من فضلك وشكرا. اتخذت خطوة للأمام، وقررت أن أحمل معي هذه القيم إلى واقعي. وقفت عند مخرج المدينة وألقيت نظرة أخيرة على هذا العالم السحري. كان ضوء الحب يتلألأ بسلام، وعدت إلى حياتي الحقيقية حاملا معه رسالة تجسد الصداقة والاحترام. ما إن وصلت وفتحت عيني، شعرت بالصدق يتغلغل في أنفاسي. قلت لنفسي: سأكون ذلك الصديق الذي يسأل بصدق، ويساعد بحب، ويحترم الجميع. هكذا تبقى الآن المعارك الإنسانية سهلة ومربحة، تلك المعارك التي تحسم بالأسلحة النبيلة من الصداقة والاحترام.